الموعد الإخباري أن أودع قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الثانية بمحكمة الحراش شخصين الحبس المؤقت بتهمة الاعتداء على التلميذ رشيد العيف، فيما تم وضع شخص ثالث تحت رقابة القضائية. وحسب المعلومات التي توفرت لدى تلفزيون النهار، فإن قاضي التحقيق وجه للمتهمين تهمة الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة، علما أن التلميذ رشيد العيف كان قد توفي الأسبوع الماضي بعد تعرضه لاعتداء قرب ثانوية مولود قاسم نايت بالقاسم بدار البيضاء بالعاصمة. وعن موضوع مربط سيد محفوظ العيفة، أهلا بك سيدي. مساء الخير سيدتي. إذن سيدي، يعني بعد إيداع المتهمين، هل ترون أن القضية وضعت على سكتها الصحيحة؟ هو في الحقيقة أولا من منبركم الموقر نشكركم جزيل الشكر على مشاركة على اهتمامكم بهذه القضية، لأن هذه القضية ليست بقضية ولي تلميذ أو مثلا عائلة، بل هي قضية بدون قضية قطر وطني، قضية أبناء الوطن بصفة عامة، قضية مجتمع ما فيهاش نقاش. نعم، القضاء احنا عمرنا لا شكينا في القضاء الجزائري، احنا عمرنا لا شكينا في القضاء الجزائري أو في الشرطة الجزائرية أو في الأمن الوطني أو الآن الأمور جارية، الأمور سارية المفعول. قاضي التحقيق كنا عنده البارح أودع الشخصين الحبس المؤقت حتى تظهر كل الحقائق. فيه شخص كذلك أطلق سراحه أو أطلق سبيله، وهو سي بوعمامة على كل حال تحت الرقابة القضائية، تحت المراقبة القضائية. ولكن أنا أريد أن أنبه إلى قضية هامة جدا. أنا راني وليت هذا التلميذ وراني ولي كل التلاميذ بدون استثناء، لأنه أنا خدمت 35 سنة في مهنة التعليم والتربية. أنا أنبه إلى هذا الشخص الذي هو رأس الحربة لكل ما جرى. في بعض الأحيان تجد أن الطفل لم يبلغ سن الرشد، وتلقاه القامة نتاعو والهيئة نتاعو والنظرات نتاعو ما يشبه ذلك، والله أكثر من اللي وصل للرشد. هذا بوعمامة هو صاحب كل ما وقع، هو الذي ترصده، هو الذي لأنه فيه تهديدات عن طريق التواصل الاجتماعي وما يشبه ذلك للطفل. والطفل أنا لم نتنبه لذلك، ما تنبهش. وتمنيت لو كان قال لي احنا لو كان نقولوا من الشيطان وهذا قضاء وقدر. فهمتيني؟ الشيء الثاني الذي أريد أن أثيره حتى للرأي الآن، القضية فيها قضية بنت، وهذا القضية تاع البنت هذه راكم سمعتوا شفتوا البارح في النهار أنه عيف رشيد يرفض علاقة غرامية من بسمة فقتل. هاي الحقيقة والرأي. هذه البنت هل ترى كلفة هذا؟ إذا أنتم تؤكدون تفاصيل هذه القصة؟ أكيد ما فيهاش نقاش، هل هذه التلميذة ماذا قدمت لهذه المجموعة الأشرار؟ وليس بمتمدرسين، ما همش متمدرسين، ما همش مسجلين حتى في هذو عصابة، كونوا بعضهم البعض كذا. وجاء اليوم تنفيذ ما طلبت هذه الفتاة، لا أقل ولا أكثر، رحمه الله على كل حال. ومشاركتكم وباستدعاءاتكم يعني بالاهتمام نتاع قناة النهار والقنوات الأخرى والمعزين واللي يترحموا في المساجد في كذا. والله العظيم الله ربي سبحانه وتعالى أعطانا واحد الصبر اللي ما تقدروش تصوروه. نحمد الله ونشكره. أكيد، الحمد لله على كل شيء. السيد محفوظ العيفة، إذن أكيد ستواصلون متابعتكم لهؤلاء المتهمين، ربما هل ستوكلون محامي على هذه القضية؟ والله حبيت راني انني احاول عده مرات مع السيده مع محاميه خاصه، مع السيده بن براعم، تكلمت معها وقالت لي عاود لي غدوه، ولحد الان لم اتصل بها. نحاول بكل امكانيتي ان اصل اليها حتى ذوك المشكله والراهي المشكله. انا وليدي راح الله يرحمه برحمه الله، انا الان راني كبير متقاعد ما عنديش متمدرسين، ولكن حتى ابنائي الاخرين يا جماعه راه متمدرسين، ابناء المجتمع الجزائري. انا ابناء راني قريتهم اجيال، راني قريتهم 35 سنه. انا الان راهم كيجيو يبكيو ويطيحوا امامنا في بنات ذكور كذا. والله انا نولي ناسي فيهم ونسكت فيهم ونقول لهم كلكم انتم ابنائي في مكان رشيد. البنات ما تقدرش تتصوري، يعني شيء غريب والله العظيم. ونتمنى كذلك يا جماعه يجب ان تكون فيه قوانين ردعيه، اذا ما كانت في قوانين وضعيه سنبقى على هذا الطريق وخلاص. هذا ما كان. الشيء الثاني اللي حبيت نزيد نوصله من خلال منبر وخير قناتكم الموقرة، انا اقولها صراحة،
الآن الثانويات والمتوسطات الجزائرية تمشي بمديرين مكلفين ومراقب، مدير مكلف مراقبة 900 تلميذ، سبحان الله العظيم. يعني هذا لا يكفي لمراقبة كل تلاميذ واجتناب كل أنواع العنف، واحدة في 5 سواء داخل المدرسة أو من أمام المدرسة. ولا ربما ما يقدرش يجي لي خمسة بالعائلة. وين يا مدير مكلف ومراقب مكلف وبدون مراقبين والحارس 900 تلميذ، كاين اللي يقدر يسيرها، كاين اللي من المستحيل. انا اديت 35 سنه ونعرف الخبر، ما موجود في الاسره التربويه، وما موجود في الثانويات، وما موجود في المتوسطات. شيء غريب، شيء يعني ما نقدرش نقوله. يعني انتم تطالبون بتكثيف المتعاملين من اجل ربما تأطير التلاميذ. وقر السيده الوزيره تسمع فيها، السيده بن غبريت. الان يا سيدتي الفاضله، انا شخصيا السنه الماضيه ذهبت وزرت السيد ميخالدي اللي هو مدير التربيه على مستوى مديريه التربيه لشرق الجزائر، وتكلمت معاه في الموضوع هذا. اقسم لك بالله الى يومنا هذا ما زال مدير مكلف، وحتى المراقب مش موجود خلاص، ما عدا دو سكرتير والحارس. سبحان الله سبحان الله. رشيد تلميذ يبلغ من العمر 16 سنة، يدرس في الصف الأول ثانوي بثانوية مولود قاسم نايت بالقاسم بالدار البيضاء. أجرى امتحان التربية الإسلامية صباح يوم الأربعاء، وخرج على الساعة 11 ليجد مجموعة من المتسربين أمام مقر المدرسة في انتظاره. أبرحوه ضربا حتى سقط أرضا، دقائق يلقى حتفه، بعدها أصبح الموت مشاهدين شيئا عاديا جدا. أصبح موت الأطفال والتلاميذ أمرا روتينيا، لا النقابات تستنكر ولا الوزارة تستنفر. إذا كان الموت والجريمة في محيط المدرسة، فهل نمنع أطفالنا من الذهاب للمدرسة؟ هل المجرمون والعصابات واللصوص وجماعات المافيا فرضت منطقها في المدارس أو في محيطها؟ لماذا تصدع النقابات رؤوسنا بالتقاعد وبالكلام عن كل شيء، ولا يتحدثون عن أمن الأطفال والتلاميذ في المدرسة ومحيطها بنفس حدة حديثهم عن الرواتب والأجور والتقاعد؟ من المسؤول عن أمن التلاميذ في المحيط المدرسي؟ أسئلة وأخرى نطرحها في هذا العدد، وأسعد باستضافة رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ السيد علي بن زينة. أهلا وسهلا بك. شكرا على الاستضافة أخوي ياسر. والأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية سي فرحات شابخ. سي فرحات أهلا بك. شكرا أستاذ. عبر الهاتف معي والد التلميذ الضحية السيد محفوظ العيفة. سيد محفوظ، عظم الله أجركم. يا رب يثبت الأجر إن شاء الله. رحم الله التلميذ ابنكم رشيد، وربي إن شاء الله يسكن فسيح الجنان، ربي يعطيكم الصبر إن شاء الله. إن شاء الله. بداية أنت على المباشر، نريد أن نعرف بعض التفاصيل من عندك وأنت والد الضحية. عن البعض يقول أن الطفل ضرب من طرف أشخاص غرباء عند باب المدرسة، البعض يقول هناك قصة داخل المدرسة انتقلت إلى خارج المدرسة. أنت والد الضحية، أعطينا يعني الحقيقة ماذا حدث؟ القضية غير تفضل نسمع فيك عبر الهاتف. تفضل. أنا أسمع. القضية أصبحت ليست بداخل المؤسسة وإنما بخارج المؤسسة. نعم سي محفوظ، اسمعنا من الهاتف، ما تسمعناش من التلفاز. تفضل. صح، شكرا جزيلا. القضية خارج المؤسسة، حيث أن الابن نتاعي ذهب إلى الدراسة للتحصل العلم. في ليلة سابقة تلقى من خلال هاتفه النقال تهديدات عن طريق الفيسبوك. راجع دروسه وفي الصباح الباكر ذهب إلى المؤسسة. بعد الانتهاء من الامتحان وجد أناسا يترصدون له، هم حوالي 3 أشخاص أو 4، وكل التلاميذ وزملائه يشهدون بذلك. لا غبار عن ما وقع، حيث ضربوه حتى توفي في نفس المكان الذي ضرب فيه. فاليوم أصبح التلميذ لما يذهب لتحصل العلم عند خروجه يتوفى. إذن من المفروض أنه
النقابات الوطنية تتكلم عن ذلك، وزارة التربية تتكلم عن ذلك، وليست إلا في الدار البيضاء. هذه تقريبا أصبحت شيء يعني في كل الولايات. فلذلك من المفروض أنه يكون فيه أمن، أنه يكون فيه استقرار حتى التلميذ يستوعب الدروس نتاعو إلى آخره. الشيء الذي أطلبه أنا من النقابات ومن السيدة الوزيرة، وبما أنني أنا أستاذ في التعليم عملت مدة 35 سنة، أن حق ابني أن نتحصل عليه كما ينبغي، وأطلب من العدالة إن كانت في عدالة أن مجرى القانون يأخذ مجراه بدون لبس وبدون أي شيء آخر. الطفل يشهدون له زملاؤه وأساتذته وأبناء حيه وحتى في مناطق أخرى أن هذا الطفل لا مثال له من ناحية الأخلاق والهدوء والطمأنينة والعمل والمثابرة. فلذا نقول إن لله وإنا إليه راجعون، ولكن يجب عدم السكوت عن قضايا مثل هذه. هذا الطفل لو عاش ممكن في المستقبل يكون